عزيزي المشاهد، عمرك وانت بتتفرج على فيلم واتفرجت على ممثل وبيجي في مشهد من المشاهد يقول انا تعبان، فتحس فعلا انه مرهق وتعبان؟ على عكس افلام تانية ممكن تشوف ممثل تاني يقول انا تعبان تقول عليه ده بيمثل فيك. خليني النهارده عزيزي المشاهد اجاوبك على السؤال ده، وتعالى معايا يا عزيزي الممثل هعلمك حاجة جديدة في فن التمثيل انا واثق انك متعرفهاش. بص يا عزيزي الممثل، اول واحد فكر في الموضوع ده ما كانش ممثل، لا، اول عالم في التمثيل قسطنطين السنسرافسكي. اسمه طويل شوية بس مش دي المشكلة. السنسرافسكي اتولد سنة 1863 في روسيا في عيلة غنية في موسكو، وكان ممثل ومخرج، بس مش ممثل ومخرج عادي زيه وزيك. كان عايز يفهم هو ليه في ممثلين بيخطفوك من أول كلمة وفي ممثلين تانية بتتخنق منهم مع أول كلمة. وفي يوم من الأيام والسنسرافسكي بيتفرج على مسرحية من مسرحيات زمان، وخليني أقول لك عزيزي الممثل إن مسرحيات زمان كانت عبارة عن شطرنج، عبارة عن قطع مربعات بيقف كل ممثل فيها بيلبس زي ملكي وبيتكلم بصوت تخين، وخلصت المسرحية على كده. هو قاعد مع نفسه كده بيشرب كوباية الشاي في المج بتاعه، قال ليه بنمثل وكأننا بنمثل؟ ليه ما نعيش اللحظة اللي بنمثلها؟ أيوة عزيزي الممثل، انت فاكر ان كل التمثيل كان تمثيل من زمان؟ لا، التمثيل كان اي كلام وخلاص، كان مجرد بس تعظيم وتبهير للملك. الراجل ده ما اكتفاش بالسؤال ده وبس، الراجل ده قرر انه يدخل جوه قلب وعقل وروح الممثل، وابتدى يسأل نفسه ازاي الممثل يحس الكلام قبل ما يقوله. اشهر الجمل اللي قالها ستانسلافسكي: ليك كممثل لا تصدق انك على المسرح قبل ان اصدقك انا كمشاهد. يعني الراجل ده بيقول لك لما تطلع على خشبة المسرح ما تخليش المسرح ياخدك بالرهبة والجلالة، وما تصدقش ان انت ممثل قبل ما هو كمشاهد يصدقك انك فعلا بتمثل. ستانسلافسكي اول واحد قال الممثل لازم يمر بتجربة نفسية قبل ما يطلع للجمهور، يعني لازم عشان تعيش كاركتر أو حالة تحسها فعلا قبل ما تطلعها للجمهور. وعلى فكرة اسمها معايشة. لا، وكمان ستانسلافسكي ما كانش بيسأل الممثل في الكاستنج أو في الاختبارات مثلت الشخصية دي ازاي، لا، كان بيسأل الممثل ويقول له انت ليه بتقول الجملة دي؟ طيب كنت بتفكر في ايه قبلها؟ قبل ما قلتها كنت بتحب الممثل اللي قدامك ولا لا؟ الراجل ده دخل جوه روح الممثل وعمل حاجة اسمها ذا سيستم، واللي بعد كده الامريكان غيروا فيها وعدلوا فيها وبقى اسمها ذا ميد. اهم كتاب من كتبه اسمه Inactive Robots. الكتاب ده اللي علم منه اجيال كامله وطلع منه حاجه جديده اسمها منظومه السانسلافسكي. طبعا يا عزيزي الممثل عايز تسالني دلوقتي وتقول لي ايه لازمه الكتاب ده وانا اعمل بيه ايه كممثل؟ لا، الكتاب ده مفيد جدا ومهم جدا. الكتاب ده عباره عن يوميات طلاب في ورشه تمثيل. الكتاب ده هيعلمك حاجات كتير عن التمثيل وفكرة كمان صغيرة ونبذة عن الإخراج. الكتاب ده هيساعدك إنك تمثل وتجسد الشخصيات. سانسلافسكي في المنهج بتاعه مش بيعلم الممثلين بإنه يطلع يعيد الشخصيات قدامهم، لأن من وجهة نظره إنك كده مشخصاتي. سانسلافسكي كان بيتبع منهج جميل في تعليم الممثلين، وهو الأسئلة مش بالإجابات. يعني ما بيستناش الممثل يسأل المخرج أو السانسلافسكي الحاجة دي تتعمل إزاي، بالعكس كان بيسألهم وبيعلمهم عن طريق إجاباتهم. وساعات كتير كان بيعلم الممثلين بطريقة تانية، زي طريقة اختبار بيعمله للممثلين ويقول لهم امسك الكوباية دي واعتبرها آخر كوباية مية على الأرض، وريني هتمثلها ازاي. وكمان ساعات كان بيسأل الممثلين ويقول له أنا عايزك دلوقتي حالا تعمل لي معايشة لواحد أمه ماتت. استنسلافسكي بيكره أي واحد بيمثل لأنه مش عايزك تمثل، هو عايزك تتعايش مع الدور. سكي عايزك تكون حقيقي، حتى لو انك تكون حقيقي لدرجة توجعك، تعمل التمثيل والمشهد بطريقة حقيقية لدرجة توجعك انت شخصيا كممثل قبل ما توجعه كمشاهد. عنده جملة شهيرة وعظيمة جدا بتقول ان المسرحية بتبتدي عندما يدخل الرجل الصادق. يعني السنسلافسكي مقتنع ان ممكن المسرحية ساعة او ساعتين دي ما تبدأش غير لما يخش ممثل واحد بس هو صادق في أدائه للدور وفي إحساسه ليه. هنا بدأت المسرحية. استنسلافسكي شايف إن من الأفضل إنك تخش تقول المونولوج وإنت بني آدم عن إنك تخش تقول المونولوج وإنت ممثل. وبمناسبة كلامنا عن استنسلافسكي يا عزيزي الممثل، فأنا في أحد الكاستات بتاعتي اللي عملتها مع الممثلين طلبت من ممثلة إنها تجسد لي دور إن أمها ماتت. وصدقني يا عزيزي الممثل، لما مشينا بمنهج استنسلافسكي اكتشفت انا والممثله ان انا وهي وكل الموجودين في القاعه عيطنا لمجرد ادائها الرائع والجميل. فتخيل يا عزيزي الممثل لو مثلت بالاسلوب ده
حجم تقديرك واحترام الناس ليك هيكون ايه. وفي النهاية عزيزي الممثل، ستانسلافسكي ما كانش مجرد ممثل او مخرج او حتى نظرية في الكتب. ستانسلافسكي هو اول حد قال للممثل اللي ما تستمتعني بحوارك، عيشه، حسه، اتوجع، افرح، اضحك، ساعتها بس هتأثر بيك وهحسك كممثل.